اهلا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح اعمل معكم بسبوسة جوز الهند ببيضة واحدة بطريقة جدا بسيطة، وحتى للمبتدئين راح تنجح معكم من اول مرة باذن الله. بسبوسة تذوب ذوبان في الفم، ألذ بسبوسة ممكن تعملوها. تابعوا الفيديو شوفوا الطريقة بالتفصيل. بداية راح أجيب وعاء أخلي فيه بيضة، نصف كوب من السكر، ملعقة صغيرة من الفانيلا. نخلط المكونات جيدا لحتى نتأكد من أن السكر ذاب معنا. من يذوب معنا السكر راح نضيف نصف كوب من الزيت النباتي، نصف كوب من الحليب، نصف كوب من الزبادي ما يعادل 100 جرام، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ونخلط المكونات كلهم جيدا مع بعض مثل ما شايفين. بعدين راح نضيف نصف كوب من جوز الهند وكوب من السميد. بعد ما ضفنا جوز الهند والسميد راح نواصل في التحريك المستمر مثل ما شايفين لحتى نتحصل على خليط يكون تقريبا نفس هذا الخليط بالضبط. نغطي الخليط ونخليه يرتاح تقريبا 10 دقائق. هنا بعد 10 دقائق وبعد ما ارتاح معنا الخليط راح اجيب الصينية. طبعا الصينية لازم تكون بهذا الحجم، والصينية لازم تكون مدهونة بالزبدة. وبعد ما دهنا الصينية بالزبدة راح نسكب فيها كل الخليط البسبوسة ونوزعها في كامل الصينية مثل ما شايفين. راح ندخل البسبوسة على الفرن على درجة الحرارة 180 في الرف الوسطي من تحت بس، ومن تاخذ اللون الذهبي من تحت. نشغل الفرن من فوق تقريبا مدة نصف ساعة. خلينا البسبوسة في الفرن. الآن راح نجهز الشيرة. للشيرة في كاسرولة أو في طنجرة صغيرة نحتاج كوب من السكر، نضيف عليه نصف كوب من الماء، نضيف عليه عصرة ليمون. نحرك الخليط جيدا، نتأكد أن السكر ذاب. من يذوب معنا السكر تماما نغطي الشيرة ونخليها على النار حتى الغليان مدة 10 دقائق. ومثل ما شايفين بعد 10 دقائق الشيرة صارت جاهزة معنا. راح نضيف عليها ملعقة صغيرة من الفانيلا، والشيرة مثل ما شايفين صارت جاهزة معنا. راح نغطيها ونخليها على جنب حتى تبرد لبين ما تجهز البسبوسة. مثل ما شايفين البسبوسة جهزت بعد نص ساعة. هذا هو لونها شكلها النهائي. وبعد ما أخذت معنا هذا اللون طلعناها من الفرن. راح نقطع البسبوسة أول شي وهي ساخنة مثل ما شايفين. وبعد ما قطعنا البسبوسة وهي ساخنة مباشرة راح نسكب عليها الشيرة. وما ضروري انكم تسخنوا الشيرة، خلوها على حرارة المطبخ. ومثل ما شايفين بعد ما سكبنا كل الشيرة على البسبوسة مثل ما شايفين نخليها تقريبا 10 دقائق حتى البسبوسة تشرب كامل الشيرة مثل ما شايفين. ومثل ما شايفين بعد ما شربت معنا البسبوسة كامل الشيرة صارت جاهزة معنا. راح أرش عليها من فوق شوية جوز الهند، أو إذا في عندكم مكسرات ممكن ترشوها من فوق. وبسبوستنا صارت جاهزة. ألذ وأسرع وأسهل بسبوسة ممكن تعملوها، راح تنجح معكم من أول مرة. راح نخليها في صحن التقديم ونقدمها بالصحة والعافية. طريقتها مثل ما شفتوا البسبوسة جدا بسيطة واقتصادية، مكوناتها كلها تقريبا متوفرة عندنا في البيت. أتمنى إنكم تجربوا الوصفة وكثير راح تعجبكم، وإن شاء الله راح تنجح معكم من أول مرة. أخذت البسبوسة على الحديقة حتى أصورها، لأن التصوير على أشعة الشمس يكون حلو أكثر. شوفوا ما شاء الله كيف. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة.